هاتكلم النهارده على مشكلة الناس اللي بتذاكر بتواجهها، والناس اللي بتعرف تذاكر بتواجهها بالذات إنهم لما بيحفظوا حاجة ويرجعوا يعيدوا الحاجة دي بينسوا الحاجة دي خالص. أنا هخش في الموضوع النهارده على طول وهقول لك الطريقة اللي أنا عملتها بجد خلتني أحفظ، خلتني أذاكر أصلا والكلمة تثبت في دماغي. أنا أقول لك النهارده على 3 أو 4 خطوات مهمة جدا الصراحة وهتحل لك المشكلة دي، يا ريت تكمل الفيديو للآخر. أول خطوة عندنا إنك تفهم قبل ما تحفظ، يعني ما تروحش تقرا الكلمة وتحفظها زي الحمار كده وخلاص. المهم تفهم قبل ما تحفظ، يعني تفهم معنى الجملة قبل ما تحفظها أو قبل ما تذاكرها. لو هي كانت دراسات حساب كده أنت لازم تفهم الأول عشان كده ما تنساش تاني. تاني حاجة عندنا إنك تقسم الصفحة. أنت دلوقتي الصفحة مليانة كلمات ومليانة زي موضوع التعبير كده بالظبط في الدراسات. أنت تقسّم السطور، وتقسّم كل سطر لوحده، يعني مثلًا أنت دلوقتي الأسباب قسّمها لوحدين، وحاول تبسّط الجملة على حسب فهمك أنت، يعني مش على حسب فهم الأبلة اللي أنت بتسمّع له أو الأستاذ اللي أنت بتسمّع له، على حسب فهمك أنت. تالت حاجة عندنا إنك عليه الصلاة والسلام. تالت حاجة عندنا إنك تنام بدري. النوم خلّي بالك هو بيثبّت المعلومة، هو المثبّت الوحيد للمعلومة. أنت فاكر النوم ديّة حاجة بسيطة كده، بس النوم ديّة ليه فوايد مهمة جدًا، ومنها اللي هو بيثبّت المعلومة في دماغك وما بيخلّيكش تنسى المعلومة. فيا ريت تنام بدري وتصحى بدري وتعدّل روتين يومك، ويا رب دايمًا تكونوا بخير كده دايمًا، وما يزنقكم حتى في المذاكرة ولا في أي حاجة. ولو وصلت لحد ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. وتصلي على النبي تحت في التعليقات أهم حاجة، ولو عندك أي مشكلة يا ريت تحكي لي تحت وأنا هجاوب على المشكلة دي. وسلام.